ازيكم يا جماعة. عايز اعمل حلقتين عن الدوري المصري. الحلقة الاولى هي دي. الفرق اللي خدت الدوري المصري عبارة عن آه، 7 فرق، منهم 4 فرق واخدين الدوري مرة واحدة. ال4 فرق اللي واخدين الدوري مرة واحدة دول مين؟ الأولمبي، الترسانة، غزل المحلة، المقاولين. الأولمبي والترسانة واخدين الدوري مرة واحدة في الستينات، المحلة في 72 أو 73، والمقاولين في 86 أو 87 حاجة كده. ال- الأولمبي والترسانة في الدرجة التانية. المحلة والمقاولين شركتين. المحلة شركة بس ليها جماهير علشان خدت الدوري، فجماهير جماهير المحلة التفت حواليها، لأن النادي الشعبي للمحلة أصلا بلدية المحلة مش غزل المحلة، لكن عشان خد الدوري بقى له جماهير. فالأولمبي والترسانة في الدرجة التانية خلاص اتنسوا يعني، وما لهمش جماهير. ال- المقاولين شركة وفي الدرجة التانية وملهاش جماهير. المحلة شركة بس ليها جماهير وبتطلع تحت وبتنزل تحت وتطلع فوق. دول اللي واخدين دوري أكتر، واخدين الدوري مرة واحدة. كل فرقة من دول واخدين الدوري مرة واحدة. يفضل مين؟ الأهلي والزمالك والإسماعيلي، بقية ال7 فرق. الإسماعيلي 3 مرات، والزمالك 14 أو 15، والأهلي 40 أو 44 حاجة كده. فالفرقة اللي بتاخد الدوري مرة واحدة أصلا دي ما تبقاش فرقة بطولة، بيبقى جيل وعدى. لكن الاهلي والزمالك والاسماعيلي كذا مره بياخدوا الدوري، وماتشات فاصله بتتلعب وبيخسروها على الدوري، يعني جايبين نفس النقاط بتاعه البطل، وبيطلعوا تاني الدوري وتالت الدوري كده يعني. يعني اكتر فرقه خدت التاني في التاريخ الزمالك، اكتر فرقه خدت التالت في التاريخ الاسماعيلي 17 مره او 18 مره. فالدوري المصري بقى عباره عن ايه؟ 18 فرقه دلوقتي. الاربعه اللي خدوا الدوري مره واحده اللي هي المقاولين والمحله لما بيبقى في الدرجه الثانيه، والترسانه والاولمبي كلهم تحت. بيفضل اهلي وزمالك اسماعيلي في ال 18 فرقه هم اللي واخدين دوري قبل كده، لان المصري والاتحاد عمرهم ما خدوا دوري مع احترامي ليهم يعني. ف 18 فرقه منهم اهلي زمالك اسماعيلي هم اللي خدوا الدوري بس. والاسماعيلي بينزل على الهبوط كل سنه بقاله فتره، فمنافسه اهلي وزمالك. فدوري جميل اتحاد الكره عامله يعني، ربنا يخليه لينا. الفشل اللي هم فيه عشان السبوبة والعمولات والمصالح يعني. واشوفكم في الحلقة التانية للدوري يعني. شكرا، سلام عليكم.